Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ahmad Adam Iskandar bin Ahmad Faiz. My metric number is 1232227 and I'm from TLB2 and KLB1. So, أولا الموضوع هذا اليوم هي المشكلات الداعية في منهج الدعوة وحلولها. الشريحة الأولى يعني المقدمة. أولا، الخطأ في تطبيق المنهج قد يؤدي إلى ضعف تأثير الدعوة. ثانيا، نجاح الدعوة يعتمد على اختيار المنهج المناسب لكل فئة من المدعوين. وأخيرا، منهج الدعوة هي الطريقة والأسلوب الذي يسلكه الداعية في تبليغ الإسلام. الشريحة الثانية يعني مشكلات الداعية من جهة تطبيق منهج الدعوة، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا، عدم معرفة أحوال المدعوين واحتياجاتهم. ثانيا، استخدام أسلوب شديد أو متساهل في غير موضوعه. وأخيرا، ضعف التأهيل العلمي والشرعي. هذا هو أقسام لمشكلات الداعية من جهة تطبيق منهج الدعوة. مثال في القرآن العظيم، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق الله العظيم. من سورة النحل 125. ثم الشريحة الثالثة يعني من مشكلات الداعية من جهة أسلوب نشر الدعوة. يعاني بعض الدعاة من مشكلات في أسلوب نشر الدعوة، مثال الاعتماد على الطرق التقليدية فقط، وعدم مواكبة التطورات الحديثة، وضعف التواصل مع فئة الشباب. كما أن بعضهم لا يستفيد من وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة صحيحة. لذلك ينبغي للداعية أن ينوع وسائل الدعوة ويستخدم التقنيات الحديثة ويقدم محتوى مناسبا ومفيدا لجميع فئات المجتمع حتى تكون الدعوة أكثر تأثيرا. هذه المشكلات للداعية من جهة أسلوب نشر الدعوة. ثم بعد ذلك الشريحة الرابعة أسباب المشكلات. هو ترجع مشكلات الداعية إلى أسباب متعددة، منها ضعف علم الشرعي. هذا الداعي هو ضعف أو لا قوة لعلم الشرعي، وقلة الخبرة في الدعوة، وعدم فهم أحوال المدعوين واحتياجاتهم. كما أن سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وضعف الصبر وحكمة في التعامل مع الناس. كل أو بعض الداعي لا أقل للصبر للداعي الطالب.
هذا هو من الأسباب التي تؤثر في نجاح الدعوة. لذلك يجب على الداعية أن يطور نفسه علميا وعمليا، وأن يحرص على الإخلاص والحكمة في دعوته. ثم ذلك الشريحة الخامسة، الحلول. توجد أسباب كثيرة تؤدي إلى وقوع الداعية في مشكلات الدعوة، منها ضعف العلم الشرعي، وقلة خبرة، وعدم فهم أحوال المدعوين، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ولحل ولحل هذه المشكلات ينبغي للداعية أن يطالب العلم الشرعي، ويطور مهاراته في التواصل، ويستخدم الحكمة والرفق في الدعوة، ويستفيد من الوسائل الحديثة لنشر الإسلام مع الإخلاص والصبر في أداء رسالته. آه، هذا الداعي يجب أو يوجد الصبر وإخلاص في قلبه للداعي، الطلب أو التلميذ أو الطالب، لأنه الإخلاص والصبر من الآداب لعلم لداعي الطالب. وأخيرا الخاتمة. وفي الختام، فإن نجاح الدعوة يعتمد على علم الداعية وحكمته وحسن منهجه في الدعوة. فإذا عرف الداعية أسباب المشكلات وسعي إلى معالجتها، أصبحت دعوته أكثر تأثيرا وقبولا عند الناس. نسأل الله تعالى أن يوفق الدعاء إلى تبليغ رسالته وبالحكمة والموعظة الحسنة. هذا هو الخاتمة لموضوع المشكلات الداعية في منهج الدعوة وحلولها. هذا فقط مني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.